ها انتم البنات بالنسبه لهاد لي باكيت هادو، انا صراحه غادي ندير غير كميه قليله باش هكا غير تكال دغيا دغيا، ونعاود نصايب وحده اخرى. ما تيعجبنيش يبقى داكشي زعما بزاف في الثلاجه. المهم هنايا درت هنايا 175 غرام ديال السميده اللي كنصايبوا بها الحرشه والبغرير. عندي هنايا 125 غرام ديال الطحين الفورس. غادي نحتاجو 200 مل ديال الماء، يكون سخون ماشي سخون بزاف، مهم يكون دافي مزيان. عندي هنايا واحد شويه ديال السكر سنيده. عندي الخميره، واحد المعلقه الخميره، معلقه كبيره ديال النيدو، والملحه على حسب الذوق ديالكم نتوما. المهم تقدروا تضاعفوا الكميه ديال هاد المقادير اللي قلت لكم الا بغيتو تخرج لكم كميه اكثر. هنا عندي معلقه كبيره ديال الزبده، وغادي نحتاج معلقه ديال الزيت. هادو هما المقادير اللي كنحتاجو لهاد الباغيت، راه كيجي رائع. انا متاكده غادي تجربوه وغادي يعجبكم. وندوزو دابا لطريقه التحضير. اول حاجه غادي نديروها هي غناخدو هاد السميده هادي، وغادي نضيفو عليها هذيك 200 مل ديال الماء اللي سخون. وغادي نحتاجو هنايا غادي نخدمو بواحد البلونجون، واللي ما عندوش البلونجون يقدر يخدمها في الميكسور ديال العصير. المهم الهدف ديالنا هو ان هاد السميده هادي تخدم بهذاك الماء حتى تخرج لنا داك الجلوتين ديالها، حتى كتولي كتخرج لنا دوك السيور ديالها، بحال مثلا فاش نبغيو نصايبو البغرير وكيخسر لينا بحال هكاياك. المهم انا غادي نخدمها مزيان ونعاودو نتلاقاو باش تشوفوا النتيجه. هانتوما البنات هذا هو القوام اللي خصنا نحصلوا عليه فاش تنخلطوا هذيك السميده مع الماء. هانتوما بحال هكا كتولي راخيه دوك الخيوط ديالها. دابا غادي نضيفوا لها الطحين. هانتوما البنات دابا غادي نضيفوا 125 غرام ديال الطحين، وغادي نزيدوا هنايا كما قلت لكم معلقه ديال السكر، عندي معلقه الخميره، الملحه، ومعلقه ديال النيدو. غادي نضيف كلشي صافي، وغادي ندير هادشي يتعجن مزيان مزيان. بالنسبه لواحد الملاحظات ما قلتها لكم، راه ما كتعاودوش كاع تضيفوا الماء. صافي هذيك الكميه الماء اللي طحنا بها في الاول السميده هي اللي كنعجنوا بها العجينه ديالنا. دابا انا غادي ندير هادشي يتعجن مزيان مزيان تيتدلك. اللي بغى يعجنوا بيدو يعجنوا، غير هي حيت شويه العجينه كتكون مرخوفه كتعذب واحد شويه وصافي. المهم انا غنديرها دابا في العجانه تدلك ونعاود نوريكم القوام ديالها. نتوما البنات شوفوا هنايا من بعد ما خليتها دلكات مزيان، دابا غادي نضيف لها هذيك المعلقه ديال الزبده ومعلقه ديال الزيت، ونعاود نخليها تزيد تدلك. هانتوما نضيف هاد المعلقه ديال الزبده، هاد المعلقه ديال الزبده والزيت هما اللي كيخليو لنا العجينه تجينا رطيبه. هانتوما ندير معلقه الزيت صافي، وغادي نديرها نخليها عاوتاني تدلك مزيان ونعاودو نتلاقاو. هانتوما البنات هذا هو القوام ديال العجين ديالنا. غادي ناخذو كنحطوه هنايا على سطح العمل. هنايا درت واحد شويه ديال السميده، غادي نحاول ندلكوه واحد شويه باش يتجانس لنا العجينه وصافي. شويه السميده، غير ما تكثروش السميده باش ما يجيكمش الخبز ديالكم معصد. المهم دابا غادي ناخذ باش ندير نعبر الباكيطات ديالنا.
هانتوما البنات هنايا خديت قسمت درت كويرات، درت العين كل وحده فيها واحد 60 غرام. المهم انا بغيتهم يجيوني غير صغيورين. نتوما خلاص الحجم تتحكموا فيه نتوما. المهم غادي ناخذهم نديرهم هكايا كويرات وغادي نحطهم تمايا. راني رشه شويه ديال السميده باش ما تلصقليش العجينه. كما قلت لكم ما تكثروش من السميده باش ما باش العجينه ما كتدقش. المهم هانتوما غادي نكمل هاد الكويرات كاملين ونعاودو نتلاقاو. هانتوما البنات هنايا خرجت 9 ديال الكريسات وحده صغيره تمايا درتها للانوسه وصافي. دابا غادي ناخذ نبداو بالاولانيه اللي كورنا. غادي نديرو هكا، ناخذ المدلك. هانتوما شوفوا الطريقه راه ساهله، كناخذو كنطلقو بحال هكا. غير واحد شويه ما كترققوش بزاف. داكشي باش قلت لكم انا درت الكويرات غير صغار حيت فريمون فاش كنطلقوهم راه كيكبروا معانا. دونك شوفوا نتوما ديك الساعه الحجم اللي تبغيو نتوما. المهم ها نتوما كنديروا بحال هكا وكناخذوا وكنبقاو نلويو العجينه هكا وكنزيروا شويه يدينا عاوتاني هكا وهكا. غادي نشد هاد العجينه هادي غادي نقرصها بحال هكايا باش ما كتحلناش. هاد فاش كتخمر ما كتحلش. نتوما راه الطريقه ساهله. وغادي ندويو شويه هاد القنات هادو باش ما يبقاوناش هكا محلولين كناخذو وتا هما كنقرصوهم غير شويه وصافي. وها الباكيت ديالنا موجود. غادي نخليوه دابا. غادي ندير واحد الزويف باش نحط فيه باش نخليهم يخمروا. هنا البنات انا قلت نديرهم نيشان في اللاطه يخمروا نيشان في اللاطه حسن هكا. وغنصايب معكم واحده اخرى باش نعاود نوريكم الطريقه. هانتوما كناخذوا العجينه ديالنا كنطلقوا. هانتوما شوفوا راه واخا تلصق لي واحد شويه راه ما كندير لا سميده لا والو. هانتوما كنطلقوا عاوتاني هكا في هاد الطريقه صراحه راسها فريمون ساهله. بحال هكايا وصافي. تناخذو كنبقاو تنلويو تنديرو اللويه هكا وتنسدو. هانتوما كنسدو وكنعاودو نديرو اللويه الثانيه والثالثه تنجيو هاد العجينه كنجمعوها هكا. كنقرصو العجينه بحال كنسوديو هذيك العجينه هكا صافي. غادي نقلبها غنعاود نحربلها غير شويه باش تتلاصق. وهاد القنيتات حتى هما كنسدهم وصافي. وها هي موجوده الباكيطه ديالنا. انا غادي نكمل هادشي كامل هاد الكويرات كاملين اللي عندي غادي نخليهم يخمروا. الخمره الاولى غنحسوا بهم غير شويه كيطلعوا. ديك الساعات غادي نفلحوهم ونخليهم عاوتاني يكملوا الخميره ديالهم ونطيبوهم. المهم انا غادي نكمل نخليهم يخمروا ونعاودوا نتلاقاو. هانتوما البنات شوفوا هنايا من بعد ما تيبدا تيخمر واحد شويه هانتوما راه بدا تيضاعف الحجم ديالو. هنا كناخذوا شي ززوار ولا كيتور ولا شي موسماضي وكنفلحوا هكايا هاد الباكيطات ديالنا وكنخليوهم عاوتاني يزيدوا يخمروا صافي حتى هاد هانتوما فاش غادي يخمروا غادي نوريكم كيفاش غادي تولي هاد الفتحه هادي. وديك الساعه تنسخنوا الفران يكون سخون مزيان. كنسخنوا على 200 درجه وكنديروهم غير من التحت تنقصوا عليهم من 180 تنشعلوا غير من التحت حتى تيتنفخوا وتيتحمروا. عاد كنشعلوا من الفوق باش عاوتاني يتحمروا من الفوق.
هانتوما البنات شوفوا هنا كيتضاعف الحجم ديالهم. شفتوا دوك الفليحات كي قلت لكم راه غادي يوسعوا. هانتوما هكا كتعرفوهم صافي راه خمروا. هنايا قبل ما ندخلهم الفران راه شعلتو تيسخن. غادي ناخذ هكايا زيت روميه وكناخذ كندير في هاد الفليحات هادو بحال هكا، وكناخذ كندوز عليهم الباكيط بحال هكايا، كندير له الزيت. كاين اللي كيدير له الماء، المهم انا كنفضل ندير له هكا الزيت كيجيو محمرين. وغادي ناخذ شويه ديال السميده وغادي نديرها هكا من فوق هكا. وصافي غادي ندخل الباكيط كما قلت لكم غير من التحت حتى تيتنفخوا وتيطيبوا مزيان. عاد كنطلعهم من الفوق يتحمر. خليكم معايا تنشوفوا الشكل النهائي ديالهم.